السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي لمسة إيمي. اليوم جبت لكم بيتزا رائعة بالفعل، بيتزا إزمان اللي تكون فقط بالسميد من غير أي إضافات. مكوناتها موجودة في كل بيت بإذن الله، مثل ما قاعدين تشاهدوا. جاية طرية بنينة خفيفة، ما تصدقوش إنها مكوناتها يعني بسيطة وفقط بالسميد. شاهدوا معي الفيديو للأخير وإن شاء الله راح تنجحوا في تطبيقها وتفرحوا بها عائلتكم. لا ما نطول عليكم، نبداو في المقادير وطريقة التحضير. 4 كؤوس سميد ناعم جدا، اللي عندها السميد المتوسط تصيروا فقط في السيار اللي يكون رقيق، اللي يهبط هذاك يعني اللي يكون ناعم جدا، هذاك هو اللي تستخدميه. نصف كاس زيت، الكاس دائما 220 مليلتر. ماء دافئ، هنا الماء على حسب السميد اللي يكون عندكم إذا كان يشرب أو لا. المهم فيما بعد لما نبلها راح نقول لكم كمية الماء اللي احتاجتها. مغرف كبيرة مملوءة جيدا خميرة الخبز. مغرف كبيرة سكر عادي، السكر العادي اللي نستهلكوه. مغرف كبيرة خل، لهنا أنا استخدمت الخل الأبيض. لهنا أنا استخدمت مغرفة صغيرة ملح، وأنتم على حسب الرغبة. هنا في الإناء حطيت سميد، 4 كؤوس سميد أرطب. ضفت عليهم مغرفة كبيرة خميرة الخبز، مغرفة كبيرة سكر، وحركت المكونات الجافة مع بعض. فيما بعد أضفت نصف كاس زيت، الكاس دائما 220 مليلتر. ولهنا أنا قاعدة نبسسها، يعني تبسوها جيدا، تدخلوا جيدا السميد في الزيت حتى تتحصلوا على هذه النتيجة. فيما بعد نبداو نضيفوا كاس ماء دافي، يعني أول شيء نحطوا كاس ماء دافي، ونحطوا المغرف نتاع الملح والمغرف نتاع الخل الابيض. لهنا الملح استخدمت مغرفة صغيرة، ولكن الخل الابيض مثل ما قلت لكم في المكونات قبل نستخدموا مغرفة كبيرة. ندخلوا هذه المكونات مع بعض ونستمر في كل مرة في اضافة الماء ونخلطوا حتى نتحصلوا على عجينة طرية. العجينة هذه تكون تلتصق نوعا ما في اليد. لهنا أنا بعد ما بليتها وكملت نعجنها قليلا فقط، يعني تعجنها قليلا حتى تتحصلوا على هذه العجينة تكون ملساء وتلتصق قليلا فقط في اليد. لهنا أنا قاعدة نعتلكم في الماء الفضل اللي استخدمت 2 كؤوس ماء دافئ إلا ثلث الكأس، يعني كأس وثلثي الكأس ماء دافئ. والآن أنا حطيتها في الإناء ونغطاها ونخليها تختمر جيدا حوالي ساعة، كل واحدة حسب حرارة المطبخ تاعها. المهم إنكم تحسوا إنه حجمها تضاعف. وبعد ما تخمر ويتضاعف حجمها تعجنوها قليلا، يعني كما نقولوا نهبطوا لها الخمور ونخرجوا لها هذاك الهواء اللي يكون تخللها. وفيما بعد نبسطها بهذا الشكل وندهنها بالبنس بالقليل فقط من الزيت، يعني ما نكتروش، فقط حاجة قليلة من الزيت ندهنوا كامل السطح. ونحط لها لاصوص طوماط بهذا الشكل، نحط لها لاصوص طوماط ونزينوها تزيين خفيف فقط. انا عملت لها شريحة من هذا الفلفل الحلو ومعاه حبة زيتون، يعني تزيين بسيط وسهل جدا، لا جبن لا مايونيز ولا أي شيء. والنتيجة مثل ما قاعدين تلاحظوا رائعة بالفعل، يعني بيتزا فقط بالسميد مثل ما قاعدين تشاهدوا فيها كيف ما هي خفيفة وبنينة رائعة.